صلى على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا جبت كيلو فول مدمس جديد نابت. هعمل نابت العيال نفسهم، اولادي نفسهم بالنابت هم واحفادي، فجبت لهم كيلو فول نابت. هبنا مع بعض خطوه بخطوه. ما بحبش اشتريه من بره، احنا ميتنا نظيفه زي انتم ما شايفين، ونغسل الفول كويس ونبله، وبكره الصبح ان شاء الله نحوشه من الميه، ننشر من الميه باذن الله. اغسل غسله مليحه، نصفيه بكره الصبح ان شاء الله، نصفيه من الميه ومع بعض خطوه بخطوه، ونقعد نبل فيه نشطفه كده كم مره لحد ما ينبت ويزرع باذن الله. وفي الاخر بنغسله، حاجتنا بتبقى نظيفه ونغسلها كذا مره عشان يا حبايبي يبقى حاجه نظيفه. لما تيجي تاكل حاجه نظيفه، ما تزعلش وانت بتاكل. الميه عارف طريقتها، لا تعرفها ميه مبلول بها النبت موسخه ولا وقع فيها حاجه ولا حاجه. نبلهم ونغطيهم ونشطفهم شطفه مليحه وهننقيهم ونغسلهم كده. وفول جديد انت شايفين ابيض، فقلنا نعمل اكلة نابت نبلهم ان شاء الله. يلا يا حبايبي صلوا على النبي. ادينا صفيناهم من النبي من ميه وغسلناهم مليح، ودينا نحط لهم ميه نلينهم يا حبايبي من لبكره ان شاء الله. تشوفوهم ان هم بشوا بيجوا حلوين. وبعد ما نطلعهم نصفيهم من الميه، كل شويه نشطف فيهم بميه نظيفه ونغطيهم لحد ما يزرعوا وينبتوا ان شاء الله. هم بياخدوا النهارده، هياخدوا يوم النهارده البل، بكره الصبح ياخدوا يوم واحد، وبعدها يعني نعتبر تالت يوم يطبخوا. وان شاء الله باذن الله مع بعض خطوه بخطوه، وربنا يديكم الصحه والعافيه وكل سنه طيبين. يلا يا حبايبي صلوا على النبي. انا قلت لكم ان شاء الله النهارده امبارح بلت الفول النابت. انا ببله في الاول، ما بحبش اشتريه جاهز عشان الميه بتاعتنا بيبقى حاطينها ميه نظيفه ومضمونه. هناك بيحطوا ميه اي حاجه ومصفى نظيفه يبلوا براحتهم، لكن احنا زي ما انتم شايفين بنبل النابت بميه نظيفه ونشطفه، وغسلناهم امبارح قدامكم والدنيا حلوه هي زي الفل، عشان هي الامراض والدنيا مش كويسه اللي احنا عايشين فيها. نصفيهم من الميه ونحطهم في مصفايه. تاني يوم الصبح انا عملت بالليل، وتاني يوم الصبح كل انا مصفراهم تاني يوم في الصبح. اللهم صل على رسول الله. وكل شويه كده نشطفهم شطفه، نديهم شطفه كده يعني اسمه نسبحهم. احنا نقول زي واحد بيصبحهم نصبحهم كل شويه. دول الله يرحم كيهم كانت تقول صبح النابت يا بنت. نصبحهم نبلهم ميه نشطفهم كده ونسيبهم هم في البيت، ونغطيهم بحته قماشه كده. وكل ما نخش المطبخ نروح شاطفينهم شطفه على بات بكره ان شاء الله يزرعوا كده ويبقى نابت. شايفين انتوا شايفين اهو، نظيفه، حاجه نظيفه وحاجه حلوه مضمونه، وميه نظيفه وبنشطفها ميه نظيفه ونغطيهم بقماشه نظيفه تاكلي بنفس، عشان حتى العيال ما يعيوش وعشان الدنيا تبقى كويسه. تكونوا شايفين الامراض وشايفين الدنيا، وربنا يخلي لكم عيالكم ويصلح لكم حالهم وحالنا وحال امه محمد اجمعين ان شاء الله. نرجع لكم وهم مزرعين كده. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا حبايبي النابت زي ما قلت لكم انا عاملين مع بعض خطوة بخطوة. انا بغسل بعد ما بتبل النابت من الليل الصبح، بحب احطه في مصفاية او في اي حاجة مخرمة كده. كل يوم اشطفهم واسيبهم مكانهم، اغطيهم بقماشة بيضة يومين وبيبقى نابت زي انتم ما شايفين اهو، حاجة نظيفة. انا قلت لكم احنا بنعمل الحاجة يعني نظيفة، غسلناها بمية نظيفة، غسلناها بحاجة حلوة وبنشطفهم والتبيين لهم مفيش حاجة توقع فيهم، ومغطينهم وحلو خالص ان شاء الله باذن الله. ادي النابت زي انتم ما شايفين بيتحدث عن نفسه حلو ازاي، والزلومه بتاعته شوفوا كبيره ازاي. هو حلو عشان احنا لازم اغطيه بقماشه ابيض بدل الحاجه توقع فيه. كل يوم كل شويه اشطفه كده، اغطيه بنفس وابل القماشه واحطها فوقيه هي. ادينا ان شاء الله اسلقهم شايفين تغلي ويستووا نطشين لهم. أول ما يغلوا غلوة نعصر عليهم ليمونة. بعد ما نعصر ليمونة أول ما يستووا نروح طشين لهم، وبنعمل التومة بالصلصة في مكان تاني. وإن شاء الله هوريكم الرز والحاجة اللي احنا بنعملها عليه، وهرجع لكم بإذن الله بعد ما وأنا بعمل التومة دي. يلا بينا يا جماعة نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الليمونة اهي، أهم حاجة الليمونة في النابت.
يا حبايبي ان شاء الله باذن الله لما يستوي ويفصله هرجع لكم تاني. التوم لا، لو عندك سمنه بلدي ماشي، فالنبت بتبقى حلوه خالص وطعمه جميل. لو ما عندكيش اهم حاجه الخيار والكمون، اهم حاجه الخيار والكمون والشطه. انا بحمر حته تومه كده احط فيها الصلصه، عشان في احفادي من احفادي بيحبوا الصلصه عليهم وفي ما بيحبش الصلصه. انا عامله العيش الشمس مخصصاه وكسر العيش الشمس احطه في الصينيه واكب عليه النابت بالشوربه. ان شاء الله باذن الله اكله حلوه وصحيه. من زمان اي حد عيان يقول لكم نابت. ربي يخليكم عيالكم ويخليكم حالهم يا رب، اللهم امين يا رب. جمعة مباركة بإذن الله على جميع المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. يا حبايبي بإذن الله نوريكم احنا بنحط عليها صلصة ونشيلها في البيت، وها حاجة حلوة إن شاء الله بإذن الله. اللهم صل على رسول الله. شايفين يا حبايبي هذه الصلصة اللي احنا عاملينها في البيت زي الفل. صلى على الحبيب قلبكم يطيب. ان شاء الله باذن الله هرجع لكم يا حبايبي. الصلصه اللي انا بعملها في البيت بغسل بحطها حله سلستين، ما بحطهاش امونيا عشان ما ترديش عليها. بحط حله سلستين على النار واروح موطيه على البوتاجاز. اغسل الطماطمات واقطعهم واخرطهم واحطهم في الحله، وبعد ما احطهم في الحله اقلبهم قلبتين لما يغلوا اروح موطيه عليهم يسبكوا براحتهم، وبعدين اضربهم في الخلاط، وبعدين اصفيهم واعبيهم في الكيس. انا بصفيهم بالمصفى ما بعبيهمش كده عشان ما احبش القشر فيه. ومنين ما تعوز الكيس تلاقيه فما يبدا ونظيف. انا شفت اتفرجت على برنامج في التلفزيون والله قسما بالله وهم بيتفرجوا، اكيد كلكم اتفرجتوا عليهم. الفول الطماطم دي سبحان الله كلها دود وبيركوها برجليهم، لكن احنا الحمد لله رب العالمين حاجتنا كلها نظيفه. ليه يا بنات ما تعملوش كده الحياه نظيفه وتشيلوها في البيت وتلبوها؟ منها صحيه ومنها ما تجيبلكمش امراض، ومنها مش هتاخد وقت معاكم تسليكم ما دام انتوا قاعدين تتفرجوا على التلفزيون. اعملوا حاجه عيالكم نظيفه يا حبايبي. اللهم صل على الرسول. شايفين حاجه حلوه ها زي الفل، حمراء وزي الفل، وتلقاها في اي وقت حتى ما تحتاجش خديها عشان هي مخدعه. حط الطماط غلوه واحده بس وتحيجيها بالثوم وتسيبيها. حطها على الاكل على اي حاجه تلاقيها جاهزه، منها تطبخ اي حاجه تلاقيها جاهزه بدقيقه، الطبيخ جاهز ما تتعبيش فيه ولا حاجه. باذن الله انا هرجع لكم بعد ما وانا بطش للنابت. العيال بيتريقوا على النابت، بس انا هاكل نابت زي العسل. اهو يا حبايبي شفت الذهب، لون الذهب اهو. الاول نلحق كمان عشان يبقى طعمه. يلا يا حبايبي صلوا على النبي. ورجعنا لكم تاني، ادينا بنطش من النابت. صلوا على الحبيب قلبكم يطيب. النابت ده صحة، فيه صحة. النابت ده زمان لما كان واحد يبقى عيان ولا بطنه واجع ولا هي سخن ولا حاجة ولا حبوه هاتوا له نابت وهاتوا له كاكولا. الكاكولا دلوقتي الناس تقول تدخن وتفشفش وتعمل. زمان كان الواحد بيخف على برشامة ريفه وبزازة كاكولا وطبق النابت.
كان برشام ريف والله ما في غيرها، كان واحد بيخف ويقوم. سبحان الله، كان الناس غلبة وكان ربنا عطيهم يعني إن هم يخفوا على حاجة من غير علاج. برشام ريفه وطبق النابت وزازة الكاكولا. الحقوا هاتوا له عند الزبادي عشان عيان، كان يخف على طول. سبحان الله، يعني يا جماعة الصحة من عند ربنا. سبحان الله يا رب، علاج وبتاع، وربنا يشفي الناس كلها والمرض انتشر. الدنيا لله يا رب سبحانه الله وتعالى، يشفي الناس كلها. صلى على النبي. ادي النابت. انا قلت لك معايا حفيدي بيحب الرز، بحط له فوق الرز الصلصه. هنا يا حبايبي صلصه فوق النابت والرز واديه، وبيحط على النابت برضه هو كده. كل واحد لله ولا اله الا الله والله اكبر. يا حبايبي انتوا زي ما قلنا لكم ما تنسوناش تدعمونا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.